أهلا بيكم يا زملكاوية. الزمالك بيختبر ساسي قبل المشاركة في المران استعدادا لنصر حسين ضاي. أول شيء هتشترك في القناة، يطلع لك الجرس الصغير، هتضغط عليه أو تشاور عليه أو تحط بصمتك عليه مهما كان عشان يتفاعل معاك، عشان يوصلك جميع الإشارات، لأن ناس كتير بتسألني في الموضوع ده. وأخيرا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك عشان نوصل الفيديو ده ل 50 لايك. كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن ان التونسي فرجاني ساسي سيكون جاهزا للمشاركه مع الزمالك امام نصر حسين ضاي الجزائري في المباراه المقرر لها الحد المقبل في الجوله الاخيره من دور المجموعات في الكونفدراليه. جدير بالذكر ان فرجاني ساسي اتصاب في اخر دقيقه في المباراة الماضية. أوضح المصدر ذاته أن تغيير ساسي في اللقاء الأخير أمام جرماهيا بسبب الإصابة في الدقائق الأخيرة لن يؤثر على تواجده مع الزمالك أمام جرماهيا، موضحا أن الأمر لا يعدو سوى كدمة بسيطة في القدم وسيتم تجهيزه للمشاركة بشكل أساسي في المباراة القادمة. وحرص جهاز الزمالك على الاطمئنان على حالة ساسي عقب مباراة جرماهيا، وسيخضع لاختبار طبي قبل المشاركة في تدريبات الفريق اليوم، وذلك عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس الاثنين عقب الانتهاء من جرماهيا الكيني في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، واللي انتهت بفوز الفريق الأبيض الملكي برباعية نظيفة. جدير بالذكر أن الزمالك بيتصدر مجموعته برصيد بمجموع 8 نقاط، وبيأتي بيترو أتلتيكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، يلي نصر حسين ضاي في المركز الثالث بنفس النقاط 7 نقاط، وجرماهيا في المؤخرة في المركز الرابع برصيد 6 نقاط. ويتبقى جولة وحيدة فقط ستقام الأحد المقبل، حيث سجل الزمالك ضيفا على نصر حسين ضاي بالجزائر، في حين يستضيف الفريق الكيني نظيره الأنجولي في العاصمة الكينية نيروبي. بات الزمالك يمتلك فرصتين بشكل رسمي للتأهل لدور ربع نهائي بدون أي حسابات، وذلك قبل الجولة الأخيرة، حيث يكفيه الفوز أو التعادل لا قدر الله أمام نصر حسين ضاي لحجز بطاقة ربع نهائي الكونفدرالية. إما في حالة الخسارة يكون لديه فرصة وحيدة فقط، وهو يتوقف على لقاء بيترو أتلتيكو وجرماهيا للتعادل فقط والاستقام في نفس موعد لقاء الزمالك ونصر حسين ضاي يوم الأحد المقبل. ودي إن شاء الله في نفس الميعاد هنتابع معاكم هدف بهدف، وهننزل لكم فيديوهات ونقول بعد الشوط الأول ملخص سواء مباراة الزمالك أو مباراة بيترو أتلتيكو وجرماهيا.